هذا طول أعماركم في عام 1397 هجري في الرياض، في معتال والزرينين وهالمناطق هذه وسط البلحة القصمان والبطحة، يوم الناس ساكنين في ذيك المحلات يعني. نعم. أبو شديد شديد جدا جدا جدا، شخصيته كأنه قائد جيش، ما كأنه رب أسرة يعني. وعنده عياله أكبرهم في ثالث ثانوي، والأبو طبعا ما تعلم، ما خدمت الظروف ولا تعلم لا أمي، لكن دينه ما شاء الله لا إله إلا الله، الأول في المسجد الله ربنا وربه ما شاء الله. والمرجله ما ينقص من مرجلته الشيء، لكن مسألة التعليم والأمور المستجدة على المجتمع هذه شوي ما يعرف. الولاد يسمع ويشوف، وفي ثالث ثانوي وتخصص علمي، قليل اللي تخصص علمي ذاك الوقت، وجاب مجموع ما شاء الله تقريبا درجاته كاملة ما شاء الله ما شاء الله، يعني يشار له بالبنان، خصوصا انه ما عنده احد يساعده في البيت ولا والامكانيات ضعيفة، لكن ما شاء الله ولد. اي ما طولها عليكم، له ربيع في المدرسة وحسوا ايام الاختبارات قالوا يا شباب وش رايكم الى من احنا عطلنا نروح للمنطقة الشرقية، الهاف مون هو بادية سمعته، مشروع منشأته الحكومة ذيك السنين تقريبا من 96 95 وبدأ يذيع للصيت، وكلمة بالانجليزي الهاف مون، شيء يعني تعجبوا الناس منه ويبون يشوفونه واشتاقوا له، فقالوا مشينا نشوف البحر ونستانس ونتمشى. قالوا والله ودهم كلهم يقول لي بشاور ابوي، اي خلاص انا معكم، الا ذا مساكين يكسر في يديه وده بالروحه، لكن عارف ان ابوه ما تعدى البيت المسجد المدرسه غيره انس، ما طلع برا الرياض ولا يوم ولا للخارج مره انس، ما راح المشتل، ما راح المشتل هذيك الايام، الناس تروح وتجي وما راح مسكين ماشي، وده يشوف البحر بس. هم قال تدرون انا بروح معكم ان شاء الله، ان شاء الله اني بروح. قالوا وابوك؟ قال يسهلها الله. يوم عطلوا ذاك اليوم وطلعت النتائج له فرحان، ويروح لامه قال يمه، قالت لبيك، قال ابشرت اني نجحت، قالت زين مبروك ما شاء الله، قال يمه انا ودي اروح، قالت ايه وين تروح له؟ قال بروح للشرقيه. قالت اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، للشرقيه بتروح وش بديك؟ قال يما اخوياي بيروحون وبنستانس وبنسبح وبنشوف الدنيا، يما لمتى صاكين علينا في ذا البيت؟ يمكن تحسبها الشرقيه في مصر. لا يا رجال هي عارفه، بس المساله عرفت ان الابو. نعم. قالت وابوك وش نسوي به؟ قال ما عليك انت بس وافقي وادعي لي واعطيني دراهم. قالت والله انا ما عندي الا 50 ريال وما ادري 70 ريال، هذه هي كلها. قال هاتيها. قال هاتيها. وابوك قال ما عليك منه خليه علي، انا بروح 3 ايام ولا جيت يحلها حلال. نعم. يعني رايح لانه هو لو قال لابوه بيقول له ابوك قطع وخس ما انت برايح، فقال يا ولد خلها على ما قال على وجهها، الا جيت يحل الحلال. لا انت شكرا، حط ابوه مبرر الواقع. بالضبط. راح الولد طاع عمركم ما طول، ضف بقجته وطوى فراشه في ذاك البساط المخطط ذاك، الله. ايه وربطها بحبل. شكرا. ويوم طلع ابوه يصلي العصر منه وهو يلقط القش ويروح لاخوياه منه، ولا هم ذاهبين في الونيت، وينك عصيفت؟ قال اركب، والله طقوا وللشرقيه وروحوا طول عمره كل هاف مون ويقعدون سنهم بط في هالبحر 5 ساعات ما طلعوا. طافش مستانسين، اول مرة يذوق الملح ما عرف طعم البحر، واستانسوا فيه والله، وراحوا تمشوا في شارع السويقت وفي العدامه وفي الثقبه والعقربيه، يعني نقله نوعيه بالنسبه له. كل هذا زين. طبعا في واحد اللي معه السياره من اخوياهم اخوه يشتغل في ارامكو، وهو اللي مزين له الموضوع، وشوي يرد الولد يعني فاهم يعلم اخوه وكذا. زاروا اخوه وتغدوا عنده 3 ايام، رجعوا للرياض. يوم رجع الولد ما عاد الا يصفر في السياره من ابوه. ايه ذا الاسد في البيت، وش بيفكه منها؟ وش الحل الحين؟ لكن فيك جايك ان الموت الذي تفرون منه ملاقيكم. المهم دخل البيت طول عمرك، وهذا هو مستانس، ويعني اني صرت رجال واني سافرت واني جايبكم معلومات جديده، وتوه بيسولف عليهم. ركضوا اخوانه، جا ابراهيم يمه جا ابراهيم. لهم يا الله لك الحمد، ولا مساكين سامعت ان الكلام اعوذ بالله. قم يا لبو الاسد لعيونه حوله الكبار لا يزبد، اعوذ بالله. قال انت جي، قال ما في سلام، ما في سلام سيك بالخير. قال يا الداشر يا قيل يا السربوت، راحن طاع وطقه ولا في كلمه يرى انه كأنه خارج من الإسلام، ما أدري إيش فكره اللي والله يهدي. طق يجي ساعة وهو يجلد فيه. الولد انكسر خاطره وضاق صدره، وراح دخل حجرة الله وقعد في عبرة خانقته بتذبح. جات أمه يا ولدي ما يكون لا خير يا ولدي، قال لي طيب خير. و3 أيام ما حتى مجلد ولا تحرك من مكانه. يوم جاء يوم ثالث وناموا من أول عقب العشاء، ما أنا إلا مرقاه
وخبز تنوري وتعش ورقد. زين. عارف هو نظام ابوه، يوم رقد ابوه الساعه 11 وهو ياخذ بقشته ومع الباب. شوفوا نتائج التصرف الغير حكيم. الحاش. وروح طال عمرك وطق على رفيق زراعي الموتر. سنين اللي هو معه في المدرسه وما غير هو وامه يمتى في البيت. هذا الوليد الثاني طق عليه، وش اللي عند الباب انت؟ قال انا فلان ابراهيم. قال ايش علمك؟ قال افتح المجلس. دخل، يوم دخلوا عنده مكيف صحراوي، صحيح انه ملح ولا تنفتح بيبانه، بس عنده مكيف. يا ملحه وملح. اي يا زينه هذولك ما عندهم هم. المهم قال انا تعبان ولا نمت وضايق صدري من 3 ايام من خبرك. تعشاه ورقد. يوم اصبحوا قالوا ايش رايك؟ يقوله ابراهيم هذا للمعزب راعي البيت. قال رايي تسلم على ابوك وتحب خشمه وراسه وخلك رجال وعود على ابوك. قال نفسي من صده ما في فايده، لكن تدري كثر الله خيرك فمان لك. قال اصبر وين بتروح؟ وقضبه. قال بروح فرض الله. قال اسمع ما دامك صامل، ترى يختصرها. قال ما دامك صامل انا يوم الحين عند اخوي قبل امس قايل لي انت خلصت وش بتسوي؟ قلت له بدرس في جامعه الرياض اللي هي جامعه الملك سعود الان. قال لي لا. قال راين عندي لك تعال وتوظف عندي في ارامكو يا ام الغنيم وهو بلع العافيه. يا سلام. فانا بروح له ما تخاويني. يا لله. قال تم معك. يا سلام. قال اجل باكر انا بمشي. قال معك. يبي يبعد عن البيت بس. يبي يبعد ابعد مكان ما يهمه وين. ركب معاه وراحوا. مر خالته قال يا خلاص سلمي لي على امه يقول لي تراني طيب ولا نبي جاي فمان الله. وبتلها للشرقيه. وصلوا تعينوا في ارامكو ما شاء الله ومضبوطين زي الساعه. يا سلام. خذوا 6 اشهر جوهم التطوير الاداري. قالوا انتم توكم صغار ومضبوطين وحنا نبغى برنامج مهندسين بترول. ما شاء الله. هل عندكم استطاعه توافقون تروحون لامريكا تدرسون؟ دوره. يا سلام. دراسه على حساب الشركه. ايوه قالوا ايه. قالوا تم. أيه. ولا مع تابعيته ومع الشهادات طلعوا له جواز وضبطوا اموره وحطوه مبلغ وراح شارع السويكت وتقضى شرى ذيك كرافته ذيك اسمها لسان ثور حمراء. المهم شخوا بهالبدل وطير الطياره وعلى لوس انجلوس. ايوه والله لو توقع له هناك عقب يجي 14 ساعه. استقبلوهم ناس تبع الشركه ودوهم كل واحده عند عائله ومعهد. خذوا لهم سنه ونص ضبطت امورهم في اللغه. والله عيال 4 سنين الخامسه لا والله انهم جايبين الشهادات بامتياز. ما شاء الله. الاثنين. يا سلام. وهم يعودون. تراه ما حاد سهله ولا بالتلفون. 4 سنين. لا الحين حول الست. والله. المهم عودوا وخذوا لهم بعد سنه سنتين يشتغلون وعلوهم جريدات. يوم جوهم قالوا اصبروا ما قضينا، انتم لا زلتوا شباب وما شاء الله بدعتوا في البكالوريوس، ليه ما تروحون ماجستير ودكتوراه؟ يا سلام. ما شاء الله. قال تم. سجل اسمي اول واحد. عاد هو الحين عرف الديره. ايوه امريكا. أيوة. قال سجل اسمي. والله وقولوا بهم وعلى الطياره وتوكلوا على الله وروحوا ويدرس الماجستير ويخلصها بامتياز. يوم جت الدكتوراه والله تروح لها هكا الشقره هكا المجموع اللي محسن ربي خلقه. ما شاء الله. اي والله عاد امريكا. قال تهاوشني ابو حسان. يوم شافه اي والله الرجال يعني تسنه تولع بلك الرجال فيه خير ان شاء الله شروه من عندي. تزوجها. وها والله راح قال اسمعي يا بنت وين اهلك انا بتزوج. يا سلام. قالت هذا بيتنا. والله هو يروح يكلم اهلها وتفاهم هو وياها. قال ترى برجع للسعوديه ترى عندنا حر وترى عندنا غبار وترى عندنا مثل اقول غبار اقول ساكر الدرايش. صك الدرايش. وهي امريكيه يا ابو. وهي امريكيه. قالت معك. قدر الله سبحانه وبحمده وياخذها ويخلص الدكتوراه ويرجع ويترقى 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 ويصير في مناصب العليا قياديه في الشركه. ما شاء الله. الحين جت حرب الخليج وقضته. جينا في عام كم 1427. ايوه الله. 30 سنه ما شاف اهله. ما شاف اهله ولا يدري عنه. لا حول ولا قوه الا بالله. صدت نفسه حد ما ادري شو اسمه. يوم جاء طال عمرك ذاك اليوم ولا عندهم قدر الله سبحانه وبحمده ولا فيه مؤتمر صحفي منعقد في نفس الشركه. لا بيتكلم شخص اعلى منه. زي مثلا مدير عام الشركه. ايوه. ولكن صار له ظرف ما قدر. انت يا المدير هذا. قال دبروهم صرفوهم يوم ثاني. قال كلهم مصورين وجايين من كل محل ما يصير. قال اجل خلوا المهندس ابراهيم يقابلهم. ما شاء الله. دكتور ابراهيم. ايه. جاء ابراهيم جلس معهم اجاب على اسئلته. وش اسمك؟ اسمي ابراهيم محمد صالح. يا سلام. ما اعطاهم اسم العائله. صوروه ونزل الاستطلاع والتحقيق هذا في الجرائد. من بكره اخته في بيته حرمه. كل اخوانه واخواته تزوجوا وتسبروا. أيوة. اخته ترتب في بيتها ومن ضمن الاغراض عندها جريده تقلب فيها تناظر له والله اخوها ابراهيم محمد صالح. تلقط الجريده وتناظر له والله انه صحيح حول 50 عمره. بس انه يشبه له ملامحه. قالت والله انه فازن قلبي والله انه اخوي. تروح تركض وتصحي زوجها نايم بعد الدوام. قالت قم دوك اخوي. قالت حال اخوك مات ولا فني وين 30 سنه وين يحيي عظامه يرمي وين يجي من اخوك؟ قالت والله ان قلبي يدق هذا اخوي
نعم. والله وتتصل على اخوانها وتتصل على اخوها، قالت تعال حضر هالحين. جاء اخوها الثاني قالت شوف هذا الجريده، اسالك بالله هذا اخوك ولا لا؟ هو فاز من قلبك مثلي؟ قال لي والله فز قلبي، والله ما تطيح الجريده من يدي الا في الدمام، ابى اروح للشرقيه، انا بروح لاخوي. والله ويركب هو نسيبه ويروحون منا عاد ما طولها دخلوا على الرجال بعد شق الانفس. ايوه يوم دخل مسؤول كبير، سكرتاريته يمكن 7 أو 8 موظفين لحالهم. ما شاء الله. يوم دخلوا مكتبه طويل، دخل عليه السكرتير قال فيها 2 جايين من الرياض غاثيننا ولهم 3 ساعات عندي ويقولون ما نروح الا نقابله. قال لهم موعد؟ قال لا. قالوا وش يبون؟ كان يقولون انهم قرابتكم من الرياض والخبر اللي في الجريده. قال ايه الخبر؟ ما جاء في بال، نسى. قالوا الرياض وقرابه خلهم يدخلون. يوم دخل الله ولا يشوف اخوه، الله اكبر، وقوموا حضنه لا لا تحاضنوا، ما حد سوى بس يصيحون وتحاضنوا وابتاء وصياح، كل منهم انفجروا ويصيحون كل الاثنين. موقف 30 سنه ويصيحون ويصيحون ويصيحون، ما قدر منهم احد يتكلم. قال يا اخوي هذا، قال هذا ولد خالتي فلان ما اعرفه، وهذا نسيبنا هالحين ماخذ من اختي فلانه. يا سلام. قال للبيت، مشينا للبيت، راح وقام لهم بواجب وجاب عياله وسلموا على عمهم وكذا. قال يا اخوي ما انت مقصر عليه بشيء ولا جينا احنا نبي ضيافه، انا جاي اقول لك امك وابوك شمسهم في اطراف العسبان، شيبان كبار 30 سنه انت مخليهم، وينك غادي انت؟ هذول جنتك ونارك، خذ الله. الى متى؟ وشو علشانه اساسا هذا كله؟ ما يستاهل. قال يا صدقك، لكن والله انه الشيطان اللي نزغ بيني وبينكم، لكن تدري عطني بس مهله اخلص. قال ما في مهله، قال بس بكره. راح وقدم اجازه واستاذن بالقوه، يعطونه ما صعب. ويركب هو وعياله ويجون للرياض وراهم، ما يدل، ما عاد يعرف الرياض. ايوه. ويدخل لهم عاد تنقلوا من حارتهم القديم وتطور الرياض اي الله المستعان. ايوه. يوم جات اخته لامها وابوها قالت يمه ويبوي وش تتمنون في الدنيا؟ الحين هم في الطريق جايين. قالوا والله ما عليها حسوفه، ما في الا ابراهيم. عقب هالعمر والله ما نحسفنا على شيء. قالت مرة، قالوا والله، قالت لهم والله لو يحصل اسعد الله قبل اموت اشوف ولدي ابراهيم. الله. قالت اجل بشريبه جاي في الطريق. الله اكبر. قالت بشريبه هذا هو جات. ما شاء الله. الاخو عضيد. اي والله. الاخو عضيد. الله. يوم دخل عليهم الام الله المستعان ما قدرت توقف، الله يجزي والدينا الجنه. ما قدرت توقف الام. ايوه. طاحت وطاحت. الله. ويطيح عليها ولدها ابراهيم. اي والله، ويحبب يديها وراسه وخشمها. سامحيني يمه سامحيني يمه. قالت الله يبيحك الله يبيحك. الابو قاعد في مكانه ولا قوه يقوم وغير يهز وقايل ها ويصيح يبكي الله المستعان. جاء ولده ويجلس جنبه وحب خشمه وراسه، قال يا والدي تكفى حللني وسامحني، والله ان الشيطان والله ما تسوى، ولكن يا ابوي انا رحت 3 ايام وطقيتني هكا الطق اللي يوجع قلبي قبل لا يوجع جلدي، والشيطان دخل بيني وبينك وهذاني رحت 30 سنه عنك. قال يا ولدي ليتها والله قطعت قبل طقي.